إذن أن هناك رسالة سيتبعها العالم كله. الأمريكان اللي في أجهزة المخابرات الأمريكية اللي بينتموا إلى الصهيونية الإمبريالية العالمية اللي بتستهدف تدمير مصر لمصلحة الماسونية العالمية يعلمهم إن شعب مصر واقف بكل ما أوتي من قوة. ويوم واحد جاءت ملايين إلى ميدان العباسية، في يوم ملايين من غير ما حد يدفع جنيه، بينما كل اللي بيحصل في ميدان التحرير مدفوع الأجر. احنا هنكذب على بعضنا ولا هننصب؟ في ايه؟ شباب الالتراس لما بيروحوا يشجعوا النادي الاهلي ما بيدفعوش تذكرة الماتش، ببلاش يعني بفلوس. شباب الزمالك الالتراس بتاع الزمالك لما بيروح يشجع الزمالك ما بيدفعوش تذاكر المباراة يعني بفلوس. الله، واحنا والفلوس دي بتيجي منين؟ من عند امي ولا بتيجي من عند الجماعه بلديات في ميت الغرقه ولا ميت الكرمه؟ جرى يا اخوات اهو، جرى يا حبيبي، احنا نصيع على بعض ولا ايه؟ هنسوق الصياعه على بعض ولا ايه؟ الله، عايزين نبعد عن المنهج السفسطائي ده. ده احنا كلنا اولاد بلد، كلنا اولاد بلد يعني، وكلنا قعدنا على القهاوي، وكلنا ركبنا الحمير، وكلنا قعدنا على الجسور. ما ينفعش كده، غلط يا رجاله. يا رجاله هي سنه ونص والمجلس هيمشي، لا هيخلل فيها ولا هيعمل مغات ونقول ده ولد. سنه ونص وماشي. هنوقف الشرطه على رجليه ونخلي القضاء الهبه بتاعته محفوظه، والقوات المسلحه الدرع والسيف، وانتهى الموضوع. في ايه؟ ولا انتوا وحشكم الاحتلال؟ ما اذا كان وحشكم الاحتلال قولوا لنا واحنا نطالب بالاحتلال. هنصيع على بعض بقى ولا ايه؟ خلاص بقى، مش زي الافندي اللي قاعد لي في قناه المحور وناس القضايا بتاعته وبتاع ابوه. الله الله الله، في ايه؟ ولا الافنديه اللي رايحين عاملين لي السي بي سي والنهار وفاكرين ان انا مش هعرف؟ استاذ اشرف الشريف وسي جمال افندي مبارك وعقله الصابع احمد عز وممدوح افندي اسماعيل اللي غرق المركب وخبط لهف مستحقات التأمين بتاع الشهداء بتوع المركب. يا اخوانا انتوا، ما احنا كاشفين العمل. الماسونيه بتلعب، والمخابرات الامريكيه ومخابرات الانجليزيه والفرنسيه وكله بيلعب، ورجاله ليمان تورا بتلعب، كله بيلعب. نقعد نتفرج على اللعيبه ولا ننزل نقول لهم عندك يا ابني انت اهو الملعب مش فاضي لكم انتوا لوحدكم، في لعيبه تانيين، اللعيبه اللي بيحبوا مصر، اللي بيقولوا تذهب الاحزاب الى الجحيم وعلى راسها حزب مصر القومي اللي انا بنتمي اليه، وتحيا مصر. فهموا بقى.